نداء للمسؤولين في الدولة: ملف اللاجئين يجب أن يتم فتحه والنظر فيه. اللاجئين أصبحوا خطر على الهوية المصرية والأمن القومي المصري. 10 مليون لاجئ دخلوا مصر بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة، وبقوا متوغلين في كل الاقتصاد المصري، بيسيطروا على مناطق معينة، أصبحوا خطر يهدد الأمن القومي المصري. في بنت من السودان بتدرس في جامعة القاهرة اسمها ترتيل، راحت عملت سبيكة عند سايغ من السياح، حطت علم السودان والأرض السودانية وضمت جزء من حلايب المصرية وحطتها تحت السيادة السودانية. خدوا بالكم، لأن الملف ده أصبح يهدد الأمن القومي المصري وأصبح خطر على الدولة المصرية.